Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 161. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. Sambung Aiman. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها
وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح saya ulang balik. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. Okey, kita masuk muka surat 163. Jom sambung ni Syah. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بسم الله واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون
أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا فتح balik إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن
نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين. Okay, muka surat ni ceritakan bila Nabi Musa dan Nabi Harun confront Fir'aun dan dia dan ketua-ketua negara dia kata ini sihir. Jadi dia berpakat bila nak jumpa untuk berlawan sihir. Dan Fir'aun cari semua ahli sihir yang ahli dan panggil untuk lawan Nabi Musa. Ahli-ahli sihir tu kata kalau kita menang kita dapat apa? Dia kata akan dapat jadi orang yang dekat dengan dia. Dan dia jumpalah, dia kata Musa campaklah apa kau nak campak sihir kau tu. Lepas tu Nabi Musa kata korang campaklah dulu dia jadi lepas tu dicampak dulu jadi ular dan lepas tu Nabi Musa campak dan memakan semua bayangan ular-ular tu kan dan semua dah akhir ayat yang last ni kata dan orang-orang ahli-ahli sihir yang terror-terror di zaman Firaun tu yang terpilih kan semua sujud mengaku pada kehebatan Nabi Musa dan ayat pertama di muka surat seterusnya dia kata kami beriman dengan Tuhan semesta alam. Jom Aiman. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا. Saya ulang. بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون أتذر وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون
قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثهما من يشاء من عباده. Saya ulang balik ayat tadi. Innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wal akibatu lil muttaqin. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعلمون. Saya terbalik. تعملون Tak malu. Maaf. فانظر كيف تعملون. فينظر فينظر كيف تعملون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات. Saya ulang. ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض
ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. Kita muka surat 167. Puan Rosita. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون itu kha ya, baik semula. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. Okay, page ni ada cerita bila Nabi bawa kaum dia Bani Israel lari dari Firaun lepas sungai tu laut tu kaum Bani Israel tu kata buatlah satu Tuhan nature nak bertuhan tu ada ya Tuhan. Nabi Musa kata apa ni
aku ni bukannya orang jahil. Dan lepas dia seberang sungai tu, Nabi Musa pergi menerima lembaran Taurah selama 30 hari ditambah 10 hari, jadilah dia 40 hari. Dan dia pesan dekat Nabi Harun, jagalah kaum dia, ya, jangan buat benda-benda yang merosakkan. Dan bila Nabi Musa naik ke Bukit Tursina tu untuk menerima Taurat, Nabi Musa cakap dengan Allah, Allah, aku nak tengok engkau. Jadi Allah kata apa? Cuba tengok bukit tu. Kalau kata kau tengok bukit tu ada lagi, kau akan dapat tengok aku. Dan bila Nabi Musa tengok ke bukit tu hancur dan Nabi Musa pun pingsan. Su'ikah ni maksudnya pingsan. Dan bila dia bangun, dia cakap, Maha suci engkau ya Allah, aku bertaubat dan sesungguhnya akulah antara orang yang awal beriman. Jom sambung Nisha. Aiman tak ada dah. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. Okey, summary-nya sepeninggalan Musa, kaum dia sebenarnya dia campak-campak barang-barang kemas tu, dia buat bentuk anak lembu dan dia ada buat satu teknik yang membuatkan anak lembu tu mengeluarkan suara. Dia cerita ringkas je dalam page tadi. Jadi sambungan dia bila Nabi Musa balik ke kaumnya lepas dapat Taurat. Kita sambung.
ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي فعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. Okay, saya cerita kat sini lah ya. Bila Nabi Musa balik, dia marah sangat. Dia campakkan lembaran-lembaran Taurah tu tadi. Dia pergi cari adik dia, Nabi Harun. Dia tarik kepala adik dia tu. Dan adik dia kata, wahai anak ibuku. Dalam bahasa Arab, kalau dalam culture Arab, tentu pun dia marah balik lah tu maksudnya. Sebenarnya kaum-kaum Bani Israel itu memandang aku sebagai seorang yang lemah dan hampir dia membunuh Nabi Harun ya. Dan lepas tu kedua-dua mereka pun meminta ampun daripada Allah. Kita sambung ayat 152. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. Sambung. لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء
فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه بسم الله الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا بسم الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. Kat situ ada nun wiqayah jami'anil. Ain kita baca satu baris, tambah nun baris bawah. Sambung la ilah. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا
نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. Page ni ada cerita masa dalam perjalanan dia bawa kaum dia nak minta air. Jadi Allah suruh Nabi Musa campakkan tongkat dia tu pada batu dan keluarlah 12 mata air untuk 12 kaum di kalangan Bani Israel yang ikut musafir Nabi Musa tu. Dan Allah kata, dan dinaungi antara mukjizat dia, kaum dia yang tengah travel tu dinaungi dengan awan dan juga diberi makanan manna wassalwa, madu dan burung macam burung yang kecil, makanan daging burung. Jadi itulah cerita antaranya dalam page ni. Kita sambung. Saya ke Nisha? Saya Nisha. Saya. Alright. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم. Kat situ ada mim wiqayah. Qaumanillah, mim dibaca baris atas satu baris, ma tambah mim baris bawah. Kita ambil semula qaumanillah. قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف
ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. صدق Allahul Azim. Okay, kita berhenti kat sini. InsyaAllah jumpa hari Isnin pagi. Esok tak ada kelas ya, pagi petang tak ada ngaji. Ahad. Okay. Assalamualaikum semua. Jaga diri. Sama-sama semua. Waalaikumsalam. Assalamualaikum semua. Selamat berbuka. Sama-sama.